مشكلة ألم الرقبة إن أوقات كتير ممكن يكون مش مجرد شد عضلي، في أوقات بيكون الألم رسالة إن الأعصاب في ضغط أو في مشكلة لازم تتشاف فورا. إمتى نقول إن ألم الرقبة ممكن يكون سببه أعصاب؟ الحاجة الأولى إن يكون في انزلاق غضروف عنقي، وده لما الغضروف يضغط على أعصاب الجذور العصبية اللي خارجة من الرقبة. الألم بيمتد من الرقبة للكتف للذراع وممكن يوصل لغاية الصوابع، ده بنسميه اعتلال الجذور. تاني سبب هو ضيق القناة الشوكية العنقية. مع الوقت العظام والأربطة بتبدأ تتكلس وتتضخم، فالقناة الشوكية اللي ماشي فيها الحبل الشوكي بتبدأ تضيق، وده بيأثر على الحركة وعلى الأطراف الأربعة. بعد كده في سبب تاني اسمه خشونة الفقرات، وده بتكون النتوءات العظمية مع التقدم في العمر بيحصل تآكل والعظمة تنمو مباشرة كده وتعمل نتوء، ده يضغط مباشر على العصب. لو في تنميل في الذراع أو الساق، ضعف في القبضة أو في الرجل، أو في مشاكل في التوازن والمشي، دي علامات ضغط على الحبل الشوكي ولازم تدخل طبي فورا. لو عندك أعراض عصبية أو ألم في الرقبة مستمر، ابعت لنا، كلمنا أو زورنا فورا. الفحص والأشعة بيكشفوا المشكلة بدري، وكل ما كانت بدري كانت أسهل في العلاج.